السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي نعيم دايما يا رب. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم اتعلم كمبيوتر، هنتكلم فيها ازاي نغير التاسك بار. طب ايه التاسك بار ده يا احمد؟ ده شريط المهام. ده شريط المهام اللي بيبقى موجود عندنا، بيبقى موجود انت عندك تحت، بيبقى موجود برضو على ممكن يبقى موجود على اليمين، ممكن يبقى موجود فوق، ممكن يبقى موجود على الشمال، على حسب انت بتختار موقعه. في اغلب الويندوز لما بتيجي تسطب الويندوز جديد بيبقى على طول هو موجود تحت. طيب انا دلوقتي ناس كتير بعتت لي وقالت لي يا احمد، هو انت عامل الحركه دي ازاي؟ هو انت مخلي شريط المهام على اليمين ازاي؟ طيب خلينا نعرض الطريقه سريعا كده. الطريقه دي موجوده في اغلب انظمه ويندوز، سهله جدا، طريقه بسيطه. تعالى على شريط المهام في اي حته فاضيه فيه، كليك يمين، دوس دوسه بالماوس، كليك يمين، وبعدين دوس على تاسك بار سيتنج. بمجرد ما تدوس على تاسك بار سيتنجز بيفتح لك الاعدادات بتاعتك. طيب فتح معانا الاعدادات بتاعتنا، بنجيب التاسك بار، بننزل تحت شوية بنلاقي حاجة اسمها تاسك بار لوكيشن. طب انا عايز اللوكيشن بتاعي، بدوس عليها بلاقي ليفت، توب، رايت، بطن. بطن دي اللي هو في القاع، اللي هو يبقى تحت هنا. لو احنا جينا اخترناها بطن لقينا ان التاسك بار نزل معايا تحت. طيب لو انا عايز اخليها على الشمال بدوس ليفت، ليفت ده بيخليها لي زي ما احنا شايفين على الشمال. طيب لو انا عايز اخليها فوق بقى فبخليها توب، توب ده بيخلي لي التاسك بار فوق كده. طيب لو انا عايز اخليها على اليمين زي ما كنت انا عاملها بندوس على رايت، رايت خليها لي زي ما انتوا شايفين على اليمين. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا ليكم. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب وكومنت وشير علشان تفيد غيرك. شكرا لكم.